حمص الشام ولا حلبسة؟ حلبسة ولا حمص الشام؟ قولوا زي ما تقولوا، بس الجو ده صدقوني محتاج الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي اللي هتدفينا وهتغنينا عن البطانيه. تعالوا اعمل معاكم النهارده الحلبسة او حمص الشام بحذافيره، كأنكم واقفين على احلى عربيه. انا نقعت الحمص بتاعي 24 ساعه بالظبط، وكل ساعتين ثلاثه كده اغير عليه الميه لحد الحمصايه ما كبرت معايا وما خدتش معايا سوا خالص. نزلت بيها على النار واديتها ميه مغليه، قعدت معايا حوالي نص ساعه. اول ما تطلع الريم اللي انتوا شايفينه ده اشيله وابتدي احط بقى البصل مكعبات والثوم الكميه اللي انت عايزاها. بس انا بحب ازود البصل شويه، بيديله كده بيبقى مسكر كده ويبقى طعمه جميل بصراحه. ونزلت عليه بكام طماطمايه كده مكعبات برضو، يدوب اخدوا غلوتين واستوى معايا الحمص. وابتديت بقى اشيل الطماطم بالبصل بالثوم وهرستهم لوحدهم. عايزه اتاكد بقى ان الحمص بتاعي استوى وبقى تمام. والله ما اخدش معايا غير نص ساعه بس، عشان نقعاه 24 ساعه. حطيت البصل والثوم والطماطم اللي انا كنت سلقاهم مع الحمص، وخدوا كده ضربه واحده كده في الهاند بلندر او في الخلاط زي ما انت عايزه. ونزلت بيه على الحمص تاني واديته كده تقليبه. نديله بقى الملح ونديله بقى الكمون، ملحيه واديله الكمون بتاعه زي ما انت عايزه، بس ما تكتريش في الكمون قوي عشان ما يمررش معانا. تعالي بقى اقولك على التركايه اللي بيعملوها كل عربيات الحمص الشام، بيحطوا عليه مرقه خضار او مرقه دجاج. انا حطيت مرقه خضار نص معلقه، دي برضو بتودي الطعم في حته تانية خالص. ده الطعم المميز بتاعهم. نعمل بقى الدقة بتاعتنا. حطيت معلقتين من الشطة اللي انت عايزاها بقى. حطيت عليها 4 ليمونات كبار، ونزلت عليها بمية الحمص. ودي بقى الدقة اللي هتبقى جاهزة معاكي، زودي فيها بقى زي ما انت عايزة. ورجيتها رجة كويسة كده. وكان عندي بقى ازازة بتاع الكاتشب، حطيت فيها الدقة بتاعتي بالغطا بتاعها. بيبقى فيه خرم كده وبيبقى بيسهل عليا الموضوع بصراحة. ويشربي بقى احلى كوبايه حمص الشام. مش هتشربي كوبايه واحده، هتشربي واحده واتنين وتلاته. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. كان معاكم سوسن سليمان. باي باي.